واش عارف شنو هو اخطر حاجه في الماتش ديال المغرب ضد هايتي؟ ماشي الرباعيه وماشي التاهل. كيفاش بلان؟ المغرب دخل الماتش مرشح باش يفوز بسهوله، ولكن هايتي صدمتنا بهدف مبكر. رجعنا في النتيجه بالهدف الاول ديال حكيمي، ولكن مباشره جا الهدف الثاني ديال هايتي ولقينا راسنا متاخرين مره اخرى. وبحال هاد اللحظات بزاف ديال المنتخبات كيفشلوا، اما المغرب عاد بدا الماتش ديال بصح. السيباري رجع التعادل قبل نهايه الشوط الاول. مع التغييرات اللي دار محمد وهبي في الشوط الثاني تبدل الماتش كليا. رحيمي دخل وقلب الايقاع، سجل الهدف الثالث وصنع الرابع لياسين جاسين، وربحنا الماتش ب4-2 بعد ما كنا متاخرين 2 ديال المرات. هادشي ماشي غير ريمونتادا، هادشي راه شخصيه ديال منتخب كبير باغي ينافس. ولكن القصه ما سالاتش هنا. بعد الرباح المغرب دار اول ريمونتادا ناجحه في تاريخ مشاركته في كاس العالم بعد ما كان متاخر في النتيجه، وسجل اول رباعيه ديالو في المونديال، وزاد ولا اكبر منتخب افريقي تسجيلا للاهداف في تاريخ كاس العالم. اما اسماعيل السيباري سجل الهدف في الماتش الثالث ضد هايتي بعد ما هز الشباك ديال البرازيل واسكتلندا. ولكن خاصنا نكونوا واقعيين، النتيجه كبيره ولكن الاداء خصوصا في الشوط الاول خلى يبان انه مازال خاصنا نخدموا على اللمسه الاخيره ونقصوا من الاخطاء الدفاعيه، حيت كاينين اغلاط كارثيه. حيت في الادوار الاقصائيه غلطه واحده تقدر تردك للدار. دابا المهمه الاولى سالات، ولكن عاد غنبداو المونديال ديال بصح، والمهمه بدات كتصعب. المنتخب المغربي رسميا في الدور 32، ولكن الطريق قدامه باقي طويل، والحلم نوصلوا للفينال بدا كيكبر. في نظركم واش اسود الاطلس موجودين يدوزوا للدور المقبل؟ خلوا لي التوقعات ديالكم في الكومونتير، وما تنساوش فولو باش يوصلكم ديما البلان.